بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. بالنسبة لي فيما يخص السياسات المتبعة فيما يخص التقاعد، نلاحظ بأنه كثير من القطاعات تتحصل على التقاعد 100%. لماذا؟ لأنه هذه القطاعات حاولت أنها تجتهد وتخلق ما يسمى بالتعاضديات، وهذه التعاضديات هي التي توفر أو تكمل الأجر بالنسبة للمتقاعدين، بحيث أنه يفترض أنه أي عامل أو موظف يخرج إلى سن التقاعد تمنح له 80% أو أقل من الأجر القاعدي. ولكن هناك في بعض القطاعات تم خلق تعاضديات. هذه التعاضديات ماذا تقوم؟ تقوم بتكملة ما تبقى من 100% لهؤلاء المتقاعدين، وبالتالي هذا المتقاعد يكون الأجر الخاص به عندما يتقاعد 100%. وهذه التعاضديات ليست معممة في جميع القطاعات، يعني كاين قطاعات ساعات وخلق التعاضديات تقوم بتكملة ما تبقى من 100% من أجر التقاعد. يعني واحد اللي يتقاعد يدي 80% من الأجر القاعدي تاعو، جهة التعاضدية تكمل 20%، يخلص 100% من الأجر من أجر التقاعد. وبالتالي سوف نناضل من أجل خلق تعاضديات في مختلف القطاعات الخاصة أو القطاعات يعني الخاصة بالوظيفة العامة، من أجل تكملة الأجر للمتقاعدين. يعني نحاول أننا ندافع على أن المتقاعد في أي قطاع تخلق له هذه التعاضديات، بحيث أنه يتم الاشتراك فيها طوال مدة العمل، ولما يتقاعد ياخذ 20% من التعاضدية و80% من صندوق التقاعد، يعني من لاسيرونس. وبالتالي يصبح الأجر هو 100% لجميع القطاعات. سوف نسعى لهذا ولا نعد بشيء، لأن أنتم تعلمون أن الجزائر ما بعد الحراك لم يمر عليها إلا عام، وبالتالي لا يمكننا تقييم التغيير في هذا العام. فمن غير المعقول تقييم مدى التغير والتطور في دولة مضى عليها بعد الحراك عام واحد. فالدول يتم تقييم التغيير والتغير فيها والتطور بال10 سنوات. نحن سوف نبذل جهودنا من أجل التغيير، ولكن لا نعد المواطن بأنه سوف تحقق هذه 100%، لأننا لسنا رؤساء وزراء، وخصوصا مع الظرف الحالي للبلد اللي مر عليه عام في ظل هذا الوباء. ومعذرة طبعا ضغوط الحملة الانتخابية حتى أحيانا تخوننا عبارات يعني في التعبير، وهذا بسبب الضغط الرهيب في التنقل والحديث مع الناس إلى غير ذلك. وشكرا.